قول السؤال الثاني. يا شيخ أنا على نياتي. ها؟ أنا على نياتي. هي كلنا عنياتنا يا شيخ، وفي لا حد بس أنا يعني البنات يقصون علي. هذه أول مرة حصل. لا الحق ينقال يا شيخ، الحق ينقال. أنت البنات يقصون عليك؟ إيه يقصون علي البنات. المشكلة يا شيخ إن أنا أعزب. زين كمل يا فيصل، سامحني ترى أول مرة تعرض علي القضية. أنت شوف مثلا يا شيخ أنا يعني واحدة كلمتني قالت تبى ايفون، انا اروح سيدا محل تليفونات اجيب لها ايفون، انا ما اشوف هالشخص، ما اعرف انه هو واحد ولا وحده من طريق التلفون بس. زين انا تميت على هالحاله يمكن صار لي يمكن 5 سنوات، وانا ان شاء الله يعني مثل ما تقول لي انا خروف اجيب اعطي على طول. زين يا شيخ وتميت على هالحاله. زين فائدة هي. وشيخ ثاني شو عندي الثالث دقيقة، خله في الثاني الحين، خله في الثاني. اسمع يا فيصل، يعني انت كيف نحل هذه المشكلة؟ انت تحتاج عصا طال عمرك. ما في الا هذا. إيه؟ كل واحد تقص عليك تودي لها ايفون؟ ايه انا كنت كذا يدي لك ايفون ايباد. البنات ترى يلعبون في عقول الرجال الشباب. زمان كنا نخاف على البنات، الحين نخاف عليك. ايوه. زين هذه حلها عصايه هذه. زين اعطيني السؤال الثالث. يا شيخ انا مبدر. ها؟ انا شخص مصرف. اكيد مع الايفون هذا يا شيخ انا شوف يا شيخ انا حطيت في رقم الواصل 100,000. هي وش رقم واصل هذا؟ يعني رصيد حطيت 100,000 عشان نتكلم البنات صح؟ ايوه الحين مثلا احنا نتكلم وياك هذا فاتوره، حطيت 10,000، فتحت حد من شيخاء السعوديه قال لا هاي حرام، ان الله ما يحب المبذرين. اسمع انت تحتاج عصاي. لا مو عصاي، انت تحتاج كرسي كهرباء، عرفت؟ لا لازم نجلس معك اول شيء. يعني انا الحين لو اتصل فيك وتعطيني ايفون ولا انا ما اصلح؟ الله يوفقك. لا ان شاء الله. اسمع الرجل قيم على نفسه، يعني ما يصلح منك ان تكون ألعوبة. ايوه عرفت؟ ومالك هذا انت مؤتمن عليه. انت كم عمرك يا فيصل؟ عمري الحين 33. بعد يعني لست صغيرا. لسه صغيرا بس. انت مو متزوج؟ لا مو متزوج. لا لازم تتزوج. وين الوالد والوالدة عنك؟ موجودين بس تعبوا مني يا سيدي. والله انا تعبت منك على المكالمة، تعبت منك. كيف الوالد والوالدة؟ لا ضع رقمك، حط رقمك. هذه المشكلة ما تحتاج برنامج، تحتاج محاضرة. احنا نتصل فيك يا فيصل.